من زمان وانت بتحاول تستخرج صور بالذكاء الاصطناعي يكون فيها اللغة العربية بشكل صحيح ومش عارف. حاولت كتير تعمل مخطوطات تبرز فيها جمال الخط العربي، لكن الذكاء الاصطناعي مش مساعدك. النهارده نزل تحديث قوي جدا لنموذج من اقوى نماذج الذكاء الاصطناعي حللك المشكله دي نهائيا. هتقدر تعمل مخطوطات بالشكل الجميل ده، وكل ده بضغطة زر وبدون اي اخطاء نهائيا. وكالعاده قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك جميل وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. السلام عليكم، معكم طارق جاد، وزي ما سمعتكم في مقدمه الفيديو النهارده جاي اكلمك عن تحديث جامد جدا لنموذج نانو بنانا من جوجل. نزل امبارح عالج مشكله اللغه العربيه نهائيا وللابد. تقدر تعمل اي صوره فيها اي كلام خط عربي باي شكل انت عايزه بطريقه صحيحه وجميله جدا جدا من خلال الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف. هيدخلك على رابط التدوين الخاصه بموضوعنا النهارده. كل اللي عليك يا صديقي بس هتنزل لاخر التدوينه بالشكل ده علشان تلاقي روابط مباشره، وبدل الموقع 3 علشان تستخدم نموذج نانو بنانا برو الجديد بشكل مجاني تماما. اختار اي موقع منهم وابدا ادخل عليه. الموقع الاول LM أرينا. بمجرد ما بتضغط عليه هتفتح معانا واجهه جميله بالشكل اللي انت شايفه ده. كل اللي عليك اول خطوه هتعمل تسجيل الدخول، وانا انصحك تسجل بجوجل على طول هنا لانك مش محتاج تعمل اكتر من حساب. بعد تسجيل الدخول الموقع جميل جدا وفيه مميزات جامده جدا وفي خواص مش هتلاقيها في اي مكان تاني. يعني عندك هنا 3 اختيارات. اول اختيار الباتل، وده بتقدر تعمل فيه منافسه بين نموذجين من غير ما تحدد. يعني هو بيعمل لك بين 2 عشوائيين. سايد باي سايد دي بتختار فيها انت النموذج اللي عايزه ينافس النموذج التاني. وفي الاختيار الاخير بيظهر لك الدايركت شات، وده اللي بتختار فيه نموذج واحد بتبدا تتعامل معاه. احنا طبعا هنختار سايد باي سايد علشان اوريك الفرق بين نانو بنانا برو الجديد ونانو بنانا الاصدار القديم. طبعا احنا مختارين هنا الاصدار الجديد اهوت، هتلاقيه هو اعلى حاجه في الاستخدام. وهنا هنختار النموذج الاقدم شويه. وطبعا هيكون عندك هنا طريقين علشان تقدر تنفذ الامر بتاعك. الطريق الاول لاي شخص ما يعرفش يكتب برومبت، الطريق ده سهل وبسيط جدا. كل اللي عليك هتدخل لموقع بنترست، ولو حابب رابط مباشر لبنترست هتلاقيه في اسفل التدوينه في الاخر. تدخل للموقع وهتكتب في البحث كده كلمة تايبوجراف وهتبدأ تضغط انتر. هناخد مثلا المخطوطة دي وهنبدأ نضغط داونلود ايمج بالشكل ده، وهنبدأ نرجع هنا ل LM وهنبدأ نختار النماذج بتاعتنا وهنبدأ نرفع الصورة اللي احنا حملناها. هنبدأ نكتب الكلام بالشكل ده وهنبدأ نضغط ارسال. فانت شايف الفرق. يعني ادي نانو بنانا القديم، شوف عمل لك حاجه بايظه خالص، الكلام مش مظبوط، هي بس كلمه الله اللي كانت مظبوط، لكن مشي على نفس الستايل اللي معمول بيه في الصوره الاصليه. نانو بنانا الجديد للاسف ما مشيش على نفس الستايل، بس نفس الخط بنفس طريقه الكتابه. وانت لو حاولت مره واتنين هيطلع لك النتيجه المظبوطه اللي انت بتحاول توصل لها. وفي الطريقه الثانيه طبعا من خلال كتابه البرومبت، انا بس هكتب البرومبت بالشكل ده وهضغط ارسال وبوم. زي ما انت شايف الفرق واضح جدا. الكلام هنا بايظ وداخل في بعضه، الكلام هنا شوف الجمال، شوف التنسيق، شوف الجودة، يعني حاجة فوق الخيال. الموقع التاني موقع لافرت، موقع جميل جدا. بمجرد ما بتضغط على الرابط، بمجرد ما تدخل للموقع بالشكل اللي انت شايفه ده، هتبدأ ان انت تسجل دخول من خلال الضغط على الساين اب، وهتبدأ تضغط برضو ساين ويز جوجل. وبكل بساطة تم تسجيل الدخول، والتعامل مع الموقع سهل وبسيط جدا جدا. كل اللي عليك يا صديقي هنا في الاسفل كده هتضغط على الايقونه دي، هتلاقي ان هو اصلا معلم لك على نانو بنانا برو الجديد زي ما انت شايف كده. لو معلم على اي حاجه تانية الغي اي علامه موجوده، وطبعا لازم تتاكد انك في الايمج وتختار نانو بنانا برو، وطبعا تقفل زر الاوتو ده نهائيا علشان ما يستخدمش اي نموذج تاني في استخراج الصورة اللي انت عايزها. وهتبدأ تكتب هنا البرومبت اللي انت عايزه. لو انت عايز ترفع صورة برضو من خلال الضغط على زر المشبك ده، وتبدأ ترفع الصورة بتاعتك اللي انت عايز ترفعها. طيب احنا مثلا هنكتب له كده اي برومبت ونجرب، وهنكتبه بالعربي. نبدأ نضغط جنريت. زي ما انت شايف كده عمل حاجة
بنت لذينة. يعني عايزين نشوف الصورة كده، يعني شوف عروض رأس السنة وشوف الألوان والأشكال، وحط رجل الثلج، يعني حاجة جامدة جدا. والموقع الثالث والأخير اللي معانا النهاردة موقع جينيس بارك. موقع جميل جدا وشرحنا عنه قبل كده. بمجرد الدخول للموقع هتفتح معاك واجهة زي ما انت شايف كده، وهتلاقي وسطيهم نانو بنانا برو الجديد بالشكل اللي انت شايفه ده. هتضغط عليه. طبعا اول حاجه هيطلبها منك تسجيل الدخول، زي ما انت شايف كده الرساله دي هتفضل ظاهره كده لحد ما تسجل دخول علشان تقدر تستخدم النماذج بتاعه الموقع. بكل بساطه هنضغط على ساين اب. هنسجل على طول بجوجل علشان بس اوريك الموقع. احنا بعد ما سجلنا بالشكل ده هنضغط على جنريت ايمج. هتفتح معاك الواجهه دي لو انت على الموبايل او على البي سي، نفس الواجهه بنفس التفاصيل. طبعا زي ما انت شايف كده هو مختار دايركت نموذج نانو بنانا برو، وهتلاقي عندك نماذج تانية كتيرة جدا، ومن ضمنهم نموذج ستريم 4 اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي بيطلع لك صور 4K. طبعا نانو بنانا بيقدر يطلع لك صور لحد 4K، بس انت اكتب له. طبعا هنا تقدر تتحكم اكتر في حاجات كتيرة. هنا اوتو برومبت يقدر يحسن لك البرومبت بتاعك. اوتو ستايل تقدر تختار ستايلات مختلفة يمشي عليها. وطبعا هنا هتلاقي هنا المقاس بتاعك، وطبعا الدقة هي زي ما انت شايف. تقدر تختار من هنا 4K او تكتبها في البرومبت. تمام. وهنا طبعا حجم الصورة الابعاد بتاعتها زي ما انت عايز. وطبعا هنا علامة المشبك لو حابب انك ترفع اي صورة من عندك على الجهاز. ده كمان مش محتاج تعمل حسابات كتيرة، لان استخدام النموذج طلع فري مجانا برضو. بس هنا جميل جدا انك تقدر تتحكم بشكل اكبر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الشرح يكون عجبكم، ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.